النميمة نقل الكلام من شخص لآخر بقصد الإضرار والإفساد بين الناس. والغيبة في معناه الخوض في أعراض الناس ونقل عيوب الناس إلى الناس بقصد الإضرار وإفساد سمعة الإنسان والوقوع فيه من أسباب عذاب القبر. وأما إذا كان نقل الكلام أو الكلام في الإنسان ليس بقصد الإفساد والإضرار ولكن لقصد المصلحة فتلك قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة درجات على حسب واقعه. إذا تكلم الإنسان في إنسان فاسد في عقيدته داعية إلى بدعته ساع في الأرض بالفساد، تكلم في أمره وحذر الناس منه وبلغ الجهة المسؤولة لتأديبه ولإيقافه عند حده وللكف من الشر، هذا واجب. ومن هذا القبيل باب الجرح والتعديل. إذا عرف بأن الراوي للحديث الفلاني كذاب دجال وضاع ضعيف، بيان ذلك من باب النصح بهذا النصح الذي بذله علماء الحديث من حين أن بدأ تدوين الأحاديث إلى يومنا هذا، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، حفظت السنة. هذا علم عظيم، علم يحفظ لنا السنة. ومن هذا القبيل الآن إذا علمت معلما أو أي إنسان يطعن في العقيدة يطعن في الإسلام يشوش ويلبس على الشباب في عقيدتهم أو يتكلم فيما يمس في الأخلاق أو ينكر شيئا من الشريعة ومن الأحكام، التحذير من مثل هذا والتنبيه عليه وبيان فساده واجب على طلاب العلم. لذلك عندما نتعرض أحيانا لأشخاص بأعيانهم وبأسمائهم أن فلانا فيه كذا، إنه أشعري، إنه جهمي، إنه كذا، من هذا القبيل من باب النصح وبيان الحق، ولا يجوز ترك ذلك ولا يعد ذلك غيبة ولا نميمة، بل هذه العقائد التي نحذر منها كثيرا أصحابها يعتزون بها. كلامنا في الأشاعرة وفي شيوخهم لا يضرنا أبدا. أما الأشعرية فيعتزون بأشعريتهم لأنهم لا يعلمون إنهم على ضلال، فيجب أن نبين لشبابنا إنهم على ضلال، ونبين من رجع منهم كأبي الحسن ووالد إمام الحرمين وتردد إمام الحرمين والغزالي والشهرستاني والرازي، هؤلاء الذين رجع بعضهم رجوعا صريحا وندم بعضهم ندما، يجب بيان ذلك ليستدل طالب العلم بهذا الموقف على فساد العقيدة الأشعرية، لأنها عقيدة رجع عنها صاحبها وواضعها والمنتمون إليها من كبار الأشاعرة الفطاحلة. هكذا فلنفرق بين النميمة والغيبة المذمومة وبين ما هو نصح، حتى لو كان في ذلك من باب تبليغ السلطة عن بعد الشيء، كما بلغ عمر عن سبيغ الذي جاء إلى المدينة فيسأل عن أوائل بعض السور والذاريات والنازعات، فشكك الناس فشكي إليه فبلغ عمر، وجمع عنده عراجين النخل فدعاه، فلما دخل عليه قال له: من أنت؟
قال أنا عبد الله صبيغ، قال أنا عبد الله عمر بن الخطاب، فضرب في رأسه حتى أدمى، ثم أمر به ليكون في مكان معين ويؤتى به، فضربه 3 مرات، إلى أن قال يا أمير المؤمنين قد خرج من رأسي الذي كنت أحس في رأسي، في يد عمر شفاء بإذن الله تعالى، وإلا العراجين موجودة، لكن الذي غاب يد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم نفاه إلى البصرة وأمر ألا يجالس، فإذا جاء إلى قوم مجتمعين فرأوا يقومون من مجالسهم قالوا هذه عزيمة أمير المؤمنين. عاش في البصرة كالجمل الأجرب، الناس كلهم يفرون منه إلى أن تاب. هكذا كان يفعل عمر، وهكذا كان يفعل السلف، يبلغون عن المفسد وعن المشوش، يبلغون السلطة، والسلطة تعالج علاجا عاجلا ليس فيه أخذ التعهد، ولكن علاج عاجل حالا. الله المستعان.